مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. وزير الحكومات المحلية يتفقد البرامج التنموية في عنسبة. برنامج الزراعة المطرية يحقق أنشطة فعالة في القاشبرقة. تشييد سد في حل لتأمين مصادر مياه الشرب. بدء مناورات بحرية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة ودول الآسيان. بريطانيا تفكر في إرسال طائرات مسيرة للخليج. قتلى في فيضانات ضربت جنوب كينيا. أهلا بكم مشاهدينا. تفقد وزير الحكومات المحلية سيد ولدن كيل أبرهة في الفترة من 27 وحتى 31 من أغسطس المنصرم مناطق إقليم القاشبرقة وأماكن التنمية في مديريات إقليم عنسبة، وأجرى لقاءات مع الجهات المعنية حول البرامج الموضوعة للتنفيذ وإسهامات المواطنين الفعالة. وقدم معالي الوزير ولدن كيل في اللقاءات التي أجراها مع مسؤولي المؤسسات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والشباب وموظفي الحكومة، قدم توضيحا مفصلا حول الجهود الجارية للتعرف على جوانب القصور الراهنة التي تواجه حياة السكان المعيشية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية وسبل حلها، إضافة إلى حفظ المياه والتربة والاستفادة الجيدة من الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية والغابات، فضلا عن تأثير خدمات نشطة وفعالة. وذكر السيد ولدن كيل في حديثه أن قيامنا وترابطنا سر قوتنا الكاملة لتمتين روابطنا وأهدافنا، وتدعو الرسالة الوطنية الآنية الشباب للمساهمة الفعالة والواعية لتنفيذ البرامج الوطنية الموضوعة، مدركين أهمية تاريخ شعبهم ووطنهم والثمن الباهظ المدفوع في هذا الشأن. من جهتهم ثمن المشاركون على أهمية اللقاءات، مؤكدين جاهزيتهم لمضاعفة الجهود الشعبية الجارية لحل جوانب القصور السائدة، مناشدين بمنح مسألة تفعيل مؤسسات الخدمات الاجتماعية الاهتمام والحد من ظاهرة تدمير الغابات. كما تفقد الوزير ولدن كيل السدود الجاري تشييدها في مديريات حلحل وسد حشفراي في مديرية حقات والأنشطة التنموية الجارية أسفل تلك السدود. وضمت زيارة معالي الوزير ولدن كيل في إقليم عنسبة مديريات أسماط وحلحل وقلب وحقات وحمل مالو وكرن وعيلة برعد وعد كليزان. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لتسيير أنشطة تنموية عبر برنامج الزراعة المطرية، شهد الجنوب الغربي بالقاشبرقة أنشطة فعالة بفضل الآليات الزراعية الحديثة التي تم إدخالها هذا العام. أوضح السيد حيلزقي هابتي منسق المشاريع الزراعية في مؤسسة القلال والمواشي بالجنوب الغربي بأن المزارعين استطاعوا زراعة مزارعهم في أوانها وبأسعار معقولة عبر الجرارات الزراعية الحكومية الحديثة، متمنيا حصاد إنتاج وفير بفضل الخريف الطيب. وذكره طول أمطار غزيرة واسعة الانتشار منذ أغسطس المنصرم، وتنمي المؤسسة 8000 هكتار، نصفه من الحبوب والنصف الآخر من السمسم في مناطق كتاي وأم حجر وقرست وعد عمر وفيسكو وعلي قدر. وأشار السيد حيلزقي إلى أنهم يدفعون قدما بتنمية الفواكه بشكل واسع، إضافة إلى تنمية الزراعة المطرية المكثفة، حيث وصلت فواكه المانجو والبرتقال النامية في مناطق قرست وعد عمر وعلي قدر إلى مرحلة الإثمار. نظمت في مدينة بارونتو دورة تأهيلية حول العناية بالأطفال ذوي الإعاقات المزمنة والأمراض الذهنية امتدت ل5 أيام. وأوضح مسؤول مكتب الجمعية في إقليم القاشبرقة السيد كبدوم اسمالاش بأن الهدف من الدورة هو رفع وعي المجتمع المدني والآباء بخصوص العناية اللازمة بالأطفال ذوي الإعاقات المزمنة والأمراض الذهنية وضرورة خلق آفاق ملائمة للعناية بهم. وأوضح تسجيل 580 من الأطفال ذوي الإعاقات المزمنة والأمراض الذهنية في مديريات بارونتو وأقردات وقلوج وعالي القاش وتسني وشامبوقو. كما تم تأهيل 6 أسرة ترعاها المرأة في مديرية بارونتو عبر فتح المتاجر وتقديم المواشي بكلفة 180 ألف نقفة، وذلك وفق خطة الدعم الموضوعة. من جهته قال خبير الإعاقات المزمنة والأمراض الذهنية في مستشفى القاشبرقة المرجعي الشاب تخلوم تسفى مريم بأن الدورة ركزت حول مهارات العناية بالأطفال ذوي الإعاقات المزمنة والأمراض الذهنية والحد من التمييز والمعالجة والتقاليد البالية والأضرار الناجمة عن عدم الاعتراف بالمرض. هذا وقد وزعت الجمعية الوطنية للإعاقة المزمنة والأمراض الذهنية في المناسبة عربات الدفع اليدوي للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.
يشيد في مديرية حلحل سد بمساهمة أهلية واسعة لإطراء المياه الجوفية وتأمين مياه الشرب وتوسعة الأنشطة الزراعية. أوضح المهندس حروي تخلي مريم عضو مكتب الزراعة في المديرية بأن السد الذي بدأ تشييده في شهر فبراير 2019 قارب على الاكتمال وسوف يكتمل في شهر أكتوبر القادم بالكامل. وأشار إلى أن السد الذي يسع بعد اكتماله 45 ألف متر مكعب من المياه يتوقع أن ينمي 10 هكتارات في محيطه. وأفاد مسؤول متابعة المشاريع في المديرية السيد محمد إدريس عبد الله بأن مساهمة 180 مواطن يوميا في العمل أسهمت كثيرا في إنجاح العمل. من جهته أشاد مدير المديرية السيد قرماتيون أبرها بتنبه السكان على جوانب القصور والمبادرة لحلها، وعبر عن أمله في انتفاء مشكلة قلة المياه واختتام عملية التشييد في أوانها، مستشهدا بالسدود المشيدة في ضواحي ماي أوالد وعد هزباي وحلحل. ذكرت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في الاجتماع الذي عقدته بمدينة أفعبت بأن جهودها المنصبة على تمكين الأعضاء من الاعتماد على أنفسهم ظلت تحقق نتائج جيدة. أوضح السيد إبراهيم كفلاطيون عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول التنظيم والمعلومات بأن الجمعية عملت ولا زالت تعمل منذ تأسيسها في تأطير الأعضاء المتواجدين بمختلف المناطق في جمعيات وإنشاء المؤسسات لمساعدتهم ودعمهم، وبفضل ذلك اعتمد الكثير منهم على أنفسهم. وذكر بأن الدعم المقدم من المتعاونين المقيمين في الخارج أسهم كثيرا في تحسين حياة المعاقين، مناشدا إياهم لمواصلته بصورة واسعة. وقال السيد إبراهيم أن غالبية المعاقين تقدموا في العمر، وعليه فقد أجريت دراسة دقيقة لتحسين حياتهم المعيشية، كما شرعت الجمعية في تقديم المساعدات اللازمة حسب قدراتها. وانتخب المشاركون ممثليهم للمشاركة في المنتدى الرابع للجمعية، كما قدموا آراء حول المواد التي تتطلب التحسين والتقارير التي سوف تقدم في المنتدى. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب قال إن العناية ورعاية المعاقين مسؤولية كافة أفراد المجتمع، مناشدا الجميع بمواصلة التعاون وتقديم المساعدات. طالبت المرأة في ضاحية ركب مديرية سلعة إقليم القاشبركة طالبنا إدارة المديرية للوقوف إلى جانبهن من أجل تعزيز تأطيرهن والإسهام في البرامج التي تشهدها الضاحية. وأوضحت مسؤولة المرأة في مديرية سلعة السيدة فاطمة سعيد بأن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يبذل قصارى جهده لتعريف المرأة في المديرية بدستور الاتحاد والقوانين الوطنية ورفع الوعي. من جهته ذكر مدير المديرية السيد وئيل محمد علي المرأة في المديرية لتعزيز تأطيرها والتركيز على التعليم الأكاديمي للاستفادة من ثروات المنطقة، مؤكدا وقوف إدارته إلى جانبهن في كل المجالات. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بدأت الولايات المتحدة و10 دول من جنوب شرق آسيا مناورات بحرية في إطار تدريبات تمتد إلى بحر الصين الجنوبي المضطرب، وتشارك فيها 8 سفن حربية و4 طائرات وأكثر من 1000 عسكري. وتستمر المناورات الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول رابطة الآسيان 5 أيام، وتنطلق من قاعدة ساتاهيب البحرية في تايلاند وتنتهي في سنغافورة. وتأتي المناورات وسط دور أمريكي متزايد في المنطقة وتوترات بين بكين ودول جنوب شرق آسيا على خلفية بحر الصين الجنوبي الذي تطالب كل من بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين بأجزاء منه. يذكر أن قيادة المناورات مشتركة بين البحريتين الأمريكية والتايلاندية، وستمتد حتى المياه الدولية في جنوب شرق آسيا بما يشمل خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي، قبل أن تنتهي في سنغافورة بحسب بيان للسفارة الأمريكية في بانكوك. نقلت قناة إخبارية عن ضابط كبير في البحرية البريطانية أن لندن تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران. وقالت سكاي نيوز البريطانية أن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع في وقت تواصل فيه السفن الحربية البريطانية مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات ريفيرا المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا.
سوريا. وقالت القناة أنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج. وتملك الولايات المتحدة بالفعل طائرات مسيرة للمراقبة في الخليج، ودعت بريطانيا سابقا إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين أنه لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج. وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن طهران ترحب باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج. قالت هيئة الحياة البرية الكينية التابعة للدولة أن سيولا في منتزه هيلز جيت الوطني أودت بحياة 6 أشخاص، بينما فقد شخص بعدما جرفت المياه مجموعتهم أثناء تجولها في المنتزه. وأضافت الهيئة أن الحادث وقع في ريفت فالي على بعد 69 كيلومترا شمال غرب العاصمة نيروبي. وأوضحت الهيئة أنه تم انتشال 6 جثث لضحايا سيول، وهناك سائح واحد مفقود. وتستمر عملية البحث والإنقاذ بينما نحاول الاتصال بأقاربهم لإبلاغهم بالحادث المحزن. وكانت الهيئة قد قالت في وقت سابق أن 4 أشخاص لقوا حتفهم. قال ماتيا موبوغو مفوض مقاطعة نيفاشا الفرعية أن ال7 الذين جرفتهم المياه كينيون، وإن 6 جاءوا من مدينة كيسومو بقرب البلاد. وديار المنتزه معرضة للسيول التي أودت بحياة الزوار في السابق. ولقي 7 أشخاص في 2012 حتفهم أثناء جولة بسبب السيول. اختتم معرض الطيران والفضاء ماكس 2019 أو اختتم فعالياته في جوكوفسكي بضواحي العاصمة الروسية موسكو. وشهد المعرض على مدار 6 أيام حضورا جماهيريا كبيرا من قبل الساسة وممثلي قطاع الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عشاق عالم الطيران. وانطلقت فعاليات المعرض الدولي للطيران في 27 من أغسطس الماضي بمشاركة الصين كأول ضيف شرف، حيث شاركت 17 شركة صينية في معرض الطيران، ما تغطي مساحة العرض أكثر من 3000 متر مربع. عرضت مقاطع فيديو عن المعرض والشركات المشاركة، حيث يعتبر أكبر معرض الطائرات في أوروبا الشرقية الذي يغطي انفتاح السوق الروسية لإقامة مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.